حضرتك قلت كلام مهم جدا، ان دلوقتي مبدئيا البوتوكس نفسه ملوش علاقه بالسن، ليه علاقه باحتياج الوش. ممكن تبقى واحده صغيره بس هنا ضيق، ممكن تبقى واحده صغيره بس الجمي اللي هي اللثه باينه. اهي سلام، ملوش ماشي. علاقه زي ما انت بتقولي. عندي سؤال بقى كمان، مش كل الستات عارفين ان البوتوكس ممكن يكون حل مشكله تعرق الايدين، حل المشاكل تانية كتير مالهاش علاقه بالجمال. بنسميها اوف ليبل. معلش كلمه اوف ليبل دي مهمه. يعني دي ابتكارات، بس ابتكارات اصبحت شرعيه. يعني العرق ده بيبقى وحش جدا، البنات بيتضايق منه، طبعا محرج جدا جدا. ده بنخففها ونعملها كده هنا، بتضيعها لمده 6 اشهر سنه. يعني المخفف بوتوكس المخفف في ده هنا اهو بيضيع العرق قوي 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 قوي، ما حدش يهمله. تحت الابط اهم، لانها بتبقى محرجه، هي محرجه جدا طبعا. مع البلوفرات مع البتاع مع شويه الحاجات دي ممكن نمنع اي ريحه. بس في حاجتين، في عرق زياده ورائحه كتيره. فالاتنين على بعض دول نمنعهم بان احنا نعمل الاتي. في ناس نوع الاكل بيعمل هو السبب، سبايسي فود وفي ناس العكس، انها لما بيبقى كتير قوي قوي كل ما تبقى اكسايتد بنقوم عاملين لها تحت الابط ده مخفف. والتخفيف هنا اللي هو 1 ل5 ويحل المشكله بشكل كبير جدا. لا جدا كمان.